السلام عليكم يا جماعة. الشيعي العراقي كاظم الخزعلي مطلوب راسه للمخابرات العراقية وللحشد الشعبي بالعراق، وبهذا الفيديو عم يقدم اعتذار للشعب السوري عن المجازر اللي عملها هو والحشد الشعبي عنا بسوريا. اقسم بالله شي ببكي. لا تنسوا تنشروا الفيديو وتعملوا متابعة للمستر فاونديشن رجاء، خلي الصوت هذا يوصل لكل الناس. سلام عليكم يا شعب سوريا العظيم، وياكم المواطن العراقي الشيعي كاظم علي الخزعلي، جندي سابق بالحشد الشعبي العراقي اللي كان تحت الإدارة المباشرة من أبو عزرائيل وعدة قادة آخرين المؤتمرين من حكومات نوري المالكي واللي تتبع مباشرة الحكومة إيران. يا شعب سوريا، أنا أتوجه لكم بالاعتذار بالنيابة عن شرفاء الشيعة بكل مكان بالعراق قاطبة. أرجوكم تسمعوني، ولكم كامل الحق إنكم ما تسامحونا ولا تغفرون لنا مجازرنا بحقكم. اسمحوا لي أقول لكم بأنه إحنا الشيعة باختصار شعوب نائمة ومغيبة، وغالبيتنا الشعبية ما عندنا وعي لأغلب الأمور اللي تدور من حولنا. وهنا نستوجب التنويه أني ما جاي أحكي أنا بلهجة أهالي الجنوب العراقي على مود تصير لغتي مفهومة عند غالبية العرب، ولذلك راح يتهموني جماعتنا الشروقية بأني مو شروقي ولا شيعي، والاتهامات المعلة بأنه أنا سني لو وهابي لو من الغربية هاي جاهزة وتشوفونها قدامكم بالتعليقات. مظبوط. فأنا ما راح أتأثر باتهامات أهل الشيعة، لأن ما راح أسمح لأحد منهم يقيمني بعد هيجي. أنا مواطن جريح، وقبل 10 سنوات انضميت للحشد الشعبي على مود نحارب داعش، وأيضا على مود نحمي مقامات وأضرحة آل البيت عليهم السلام سواء بسوريا لو بالعراق. بقيت تقريبا 7 أشهر بسوريا إلى أن استرجع بشار الأسد بمساعدتنا ومساعدة الحرس الثوري الإيراني، وأيضا سلاح الجو الروسي مدينة حلب. طبعا أغلب ربيعاتنا الشيعة ما يعرفون مكانة حلب كمدينة مفصلية الكل من يسيطر عليها بذيك المنطقة. اللي أريد أقوله، من رجعت حلب بسنة 2016 طبينا لعدة مدن وقرى كانت كلش مدمرة، ولكن كان بيها هواي نساء وأطفال، خصوصا بحلب الشرقية والريف. أقسم بالله وحق أمير المؤمنين بأنه القتل والذبح اللي سويناه إحنا الحشد والحرس الثوري الإيراني بالأطفال والنساء السوريين اللي كانوا بذيك المناطق شيء ما يتصور عقل. أنا عندي أسماء شباب كانوا وياي بالحشد كتلة ويومية وشاركوا بالمجازر والمقابر الجماعية اللي صارت بحق السنة بسوريا. الضحايا ناس ما لهم أي ذنب، ولكن كنا نقتلهم بدم بارد كلش. لأن أحكي لكم العدلة واشتافاتي للعباس، هم سنة ونواصب وجهالهم من يكبرون راح يصيرون يزيد ابن معاوية، وهاي النسوان كلهن كانن بالنسبة إلنا هند مرت أبو سفيان آكلة الأكاد أم معاوية. وعيد النوب إحنا الشيعة من نشوف واحد يمسلت بكيفه رأسا نقول هذا من الغربية لو سني لو وهابي لو من دير الزور بسوريا، وراح تشوفون بالتعليقات هذا الحكي شلون يرتكبون علي، قصدي يتهموني بجماعتنا. وعمي طرح بجمع ذولي كمش عالتيغة، واحدهم شادد تشينكو مالته ويوزع شرفيات ونواط على العالم. أنا طبيت للسجون مال بشار الأسد بمدينة حلب، ومن ضمنهم سجن مطار النيرة بالعسكري، وشفت شباب وشياب ما لهم أي علاقة بكل الحرب اللي صارت لو اللي جاي يصير برا، ولكن الإيرانيين كانوا أعلى من عندنا بالمناصب، واللي يعترض ينرقع 100 نعال على حلقة، ولكن مع الأسف ماكو واحد من عندنا كان يعترض. أنا بقيت 7 أشهر هناك وما تحملت. بوقتها مقدم يشتغل ويانا بالحشد بسوريا هو اللي رجعني للعراق، لأنه كان خزعلي شبيبي من جماعتنا، وقال لي عادي هاي كلها كوابيس، ورا كم شهر تتعود وتصير سوالف. ومن 2016 لليوم صار لها العملية 10 سنوات. خسرنا احنا الشيعة كل المعارك اللي دافعنا بيها عن بشار الأسد، ورا ما سقط ابن عرض السقط خسرنا آلاف الشباب اللي تم التغرير بيهم من السياسيين ورجال الدين الشيعة اللي كذبوا علينا. مضى 10 سنوات وأنا ما أنسى قصة أم أحمد اللي كانت تصيح بأعلى صوت اخذوني أنا بس لا تاخذون ولادي ابن ال10 سنين. العلويين اللي بسوريا ذولي أكثر ناس إجراما شفتهم بحياتي، أقسم بالله الكريم. التلذذ اللي عندهم بالقتل كان كارثي بالمعنى الحرفي. كل مشاهد سجون صيدلانية حقيقية، وكانت موجودة بكل مكان تحت سيطرة بشار الأسد.
مع كامل الأسف أنا متأكد أنه شعبنا الشيعي جاي يسمع كلامي هسه وما تدمع عينه، بل بالعكس شعبنا الشيعي يعتبر هاي المجازير إنجازات سووها بسوريا وما يدرون ليش. صح. وللأسف لهذا المستوى واصلين احنا الشيعة بالحقد على السنة بسوريا. احنا نشوف سنة سوريا رجالهم كلهم يزيد قاتل ربنا الحسين يزيد بن معاوية، ونسوان سوريا كلهم بالنسبة لنا آكلة الأكباد هند المعاوية. وعلى قولة مراجعنا القوم أبناء القوم. طبعا هسه راح تشوفون هواية من ربيعاتنا الشيعة يعترضون على كلمة ربنا الحسين، ولكن أقسم بالله العظيم من تروحون للزيارة راح تشوفون العالم داير مداير يعبدون بالحسين ويحلفون به أكثر من الله ويطلبون من عنده المراد، يعني شويونه ويصير الحسين يحيي ويميت وهذا الله شاهد، وراه يقولون لا احنا الشيعة من عبده. وارجع واذكركم يا مشاهدين راح تشوفون ربيعاتنا الشيعة يقولون انا من الغربية لان هيك يعلمونا بالحوزات والحسينيات انه اي تمرد يرد عليه بالكفر والزندقة، ومن اكثر كفرا من وهابي لو ناصبي لو ابن الغربية لو السني السوري الاموي، هذا هو ديننا. التجربة اللي صارت وياي بذيك الفترة من حياتي علمتني دروس فلسفية ودينية وأخلاقية عظيمة جدا. الدرس الأول، مذهبنا الشيعي مبني على خزعبلات وروزخونيات عظيمة يصدرونها المعممين مالتنا. معمميننا لو شيوخنا مثلا حسن نصر الله كان من يصعد للمنبر لو يلقي خطاب يدعون حب الصحابة درءا للفتنة على أساس، وأيضا يدعون عبادة الله الواحد الأحد وعدم إشراك أي مخلوق وياه حتى الإمام علي وجميع الأئمة المعصومين. وعلى أرض الواقع من نروح الكربلاء لو النجف نلقى أغلب ربيعاتنا الشيعة يطلب ويدعي ويصلي ويعبد بالحسين وبالإمام علي وباقي الأئمة عليهم السلام. والحجة لهاي الأفاعيل أنه الله سبحانه وتعالى راح يستجيب إذا تم ذكر حق الإمام علي بالدعاء مالتنا، ولكن الجاي يصير على أرض الواقع هو إشراك حقيقي حذروا من أئمتنا من ضمنهم الإمام علي المذكور بشكل صريح بنهج البلاغة وبمؤلفات الشيخ الطوسي وتفاسيره الله يرحمه. المعممين على المنابر يعلمون التأخي ويا السنة، وبنفس الوقت أفعالنا كانت إبادة حقيقية للسنة بالعراق يمنا لو بسوريا. ديننا الشيعي مبني على التقية الباطنية الحقيقية، ومع الأسف هذا اللي كانوا يقولوه السنة من زمن كلش طويل، ولكن ما كنت أهتم لأن بكل بساطة بالنسبة لنا هم نواصب وكفار. اكو شغلة بس وجب التنويه عليها، اللي امر بنشر الاسلام بالعراق هو عمر بن الخطاب ألد اعدائنا، وانا هسه تاكدت بانه كل مرة احنا الشيعة نلعن عمر بن الخطاب بصلواتنا لو بمقاماتنا راح تجي له حسنة، وبكل مرة نسبح الله لو نستغفره راح تجي له هم حسنة، لان بالنهاية هو اللي امر بنشر الاسلام لاجدادنا. وبالختام قبل ما انزل اذكر للمرة 15 راح يقولون انا وهابي كذاب وسني من الغربية الفلوجة لو الأنبار لو سوري من دير الزور، وهاي التعليقات كلها قدامكم، ولكن هاي شهادتي للتاريخ. أنا حاليا طفرت من بيتي من الكاظمية ببغداد وقاعد بمكان لاخ لأجل غير معلوم، لأن إجاني تهديد صريح من أبو عزرائيل ومن قرايبنا. ختاما يا أهل سوريا من كل قلبي أعتذر من عندكم أني كنت على الطرف الباطل، وهاي الأضرحة اللي كتلناكم على مودها كلها أنتم حافظينها وما دمرتوها. وبالنيابة عن كل شيعي شريف ربنا يرحم شهدائكم بسجون بشار الأسد اللي احنا شاركنا بقتلهم وتعذيبهم واعتبرنا دماءكم رخيصة، وانتو أشجع شعب بالكون وفيما لا. الله أكبر الله أكبر. أنا على فكرة هاي أول مرة بسمعه كامل الفيديو يعني. بهاي المناسبة يا شعب العراق الشيعي أنا بس حابب أورجيكم صورة ابن خالتي علي عذاب الحمش. هاي هي صورته. توفى بال2021، تم العثور عليه بعد التحرير على جثمانه بمقبرة جماعية بجانب سجن صيدنايا. انتو ساندتوا هذا الطاغية. ابن خالتي كان راجع من تركيا على سوريا لحتى يكمل دراسته بكلية الأدب الإنجليزي بمدينة حماة، وتم توقيفه على حاجز، هذا الكلام بسنة 2014. تم سجنه من سنة 2014 وقتله بسنة 2021 بسجن صيدنايا. الله يرحمه ويرحم جميع المعتقلين اللي انتو شاركتوا بقتلهم، ولا تزالوا انتو يا شيعة لحد يومنا هذا عم تصروا على انه بشار الأسد كان زلمة كويس وانه دمنا حلال مثل ما قال هذا اللي منكم وفيكم.
بختام الفيديو هون أحمد من مستر فاونديشن. لا تنسوا المتابعة على صفحاتي على السوشيال ميديا، وأيضا تنشروا هذا الفيديو لحتى يوصل للمعنيين بهذا الموضوع. سلام عليكم.